عايز تقول ايه يا عم عبده؟ عايز اقول كلمتين اتنين. اتفضل. انا عندي سرعه بديهه، راجل فلاح ومش متعلم، بس عندي نظره، بشوف ما بسمعش، بشوف ايه اللي قدامي. فانا طبعا بصيت في اللجان، كان كل سنه ينزل القوات المسلحه المصريه في قلب اللجان في الانتخابات. دلوقتي مش موجوده اللجان ليه؟ لانهم على الحدود بتاعتنا واقفين ضد العدو الصهيوني. فاحنا من هنا شعب مصر كله وخاصة أرض المنوفية، شعب المنوفية نازل عشان نقف ورا الجيش بتاعنا أولا وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان كل صوت رصاصة في قلب العدو. فاحنا واقفين خلف الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية دلوقتي اللي واقفة مأمنة استقرار مصر من الداخل، الشرطة المحترمة والجيش المحترم اللي هو يحامي عنا دلوقتي بعد ربنا. فاحنا واقفين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي والله بيتحدى العالم بالشعب، الشعب اللي هو مين؟ اللي هو انا. فانا لازم انزل اديله صوت عشان يعرف قدام العالم اللي لا مؤاخذه اللي هي امريكا، اسرائيل، اوروبا كلها، المانيا وفرنسا، احنا عارفينهم بقى اللي بوظوا الدول العربيه. وفي ملحوظه، ما ضيعش الدول العربيه وجيوش الدول العربيه الا الشعب بتاعها. فين سوريا وفين جيش سوريا؟ فين العراق؟ فين جيش العراق؟ السعوديه دخلوا حالات دلوقتي. فين السودان؟ فين اليمن؟ لكن شعب مصر واعي. احنا بلديات الرؤساء، احنا اللي فاهمين كل حاجه. انا واحد بتكلم ولا بعرف اقرا ولا اكتب، بس فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. واقفين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب كله، الفلاحين والافنديه بتوع مصر واسكندريه، كلنا ايد واحده مع البلد. فانا بقول الجيش بتاعنا العظيم واقف على الحدود كله بيواجه، واحنا واقفين هنا بندعمه. وفي كلمه عايز اقولها بقى. فاكرين في حرب 73 يا شعب مصر؟ الكلام ده للناس الكبار. قول. في 73 كنت انا عندي 10 سنين بس ذكي، ربنا خلق الذكاء ده من عنده يعني فيا انا. في 73 كان الشعب كله امه تستلف السكر من الحاجه اللي جنبنا، والحاجه اللي جنبنا تستلف الزيت، وناخد عيش من بعضنا. اقول لها ليه ياما كده؟ تقول لي عشان الجيش بتاعنا بيحارب. ليه 2 اخوات كانوا بيحاربوا في اسرائيل في الايام دي، وقواتنا المسلحه كانوا بيجوا، والشعب جوع نفسه. عشان كده اتنصرنا بامر الله. بسبب مين؟ الشعب اللي هو احنا. الشعب جرى له ايه؟ انزلوا وقفوا قدام امريكا. نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي ضد امريكا، احنا كلنا ضد امريكا. الوحيد اللي بيتحدى امريكا دلوقتي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بتاعنا. فاحنا لازم نقف في ظهرهم. انا بحييك يا عم. الله يبارك لك. بحييك والله. احنا في اكتر من كده والله، احنا اكتر من كده. وتسيبني بقى عشان انزل اجيب ايه؟ بقت اخواتي اهلي من المنوفيه من كفر فيشا الكبرى عشان نيجي ندعم ووري الناس اللي جات عشان الجزيره والعالم الخاوي. يقول لك مفيش الناس بتنتخب. وريهم يا باشا، وريهم المنوفيه ايه؟ المنوفيه هتطلع الاول والله العظيم. المنوفيه هتطلع الاول في الانتخابات على مستوى الجمهوريه.